ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض احلى كفتة رز. بجد طعمها تحفة يا بنات، جميلة جدا. طبعا انتوا عارفين الاطفال بتحبها قوي قوي، جنب شوية رز بشعرية. بجد بتبقى تحفة، حتى لو مش هتعملي خلاص لحمة او اي حاجة خلاص تاني، شوية سلطة خضراء والوجبة بتاعتك بتبقى جميلة جدا. وهقولك بنعملها ازاي عشان تطلع معاكي مظبوطة. وبرضو في قلب الفيديو هقولك بنعملها ازاي من البداية خالص. اول حاجة بنطبخها، بنجيب بصلاية كده متوسطة وتكون مقطعينها تقطيع صغير، ومعلقة سمنة على معلقتين زيت، وبتشوح البصلة. وبننزل بربع معلقة توم مفروم. لما البصل بيخش في اللون كده اللي هو الذهبي، بننزل عليها بالثوم تقلبتين، وبعد كده بننزل عليها ببولة صلصة طماطم مضروبة في الخلاط، بس تكون مصفية خالص من القشر وكمان البذر اللي بيكون فيها. وبعد ما البصلة كده اتحمرت وخدت اللون الذهبي وهي والثوم، بننزل عليها بالطماطم بتاعتنا اللي احنا ضربينها عادي في الخلاط. وبننزل عليها بربع معلقة من السكر علشان خاطر الحموضة فقط لا غير. وبعد كده بعد ما بتغلي بننزل عليها بقلب البهارات بتاعتنا: ملح، فلفل اسود، كمون، بهارات لحمة او 7 بهارات، ومكعب ماجي. بس بننزل بالبهارات والماجي بعد شوية، بعد ما بتغلي شوية مع السكر، بس علشان خاطر الحموضة اللي بتكون في الصلصة ما تعملناش يعني حموضة بعد ما ناكلها. بتغلي شوية هي والسكر، وبعد كده بننزل بالبهارات بتاعتنا وبنسيبها بقى لحد ما تتسبك الصلصة بتاعتنا عادي جدا. وبنجيب بقى الكفتة بتاعتنا الجميلة ديت، هقول لكم انا عاملاها ازاي. بعد ما الصلصة تتسبك هنحط الكفتة، ما ينفعش نحط الكفتة في قلب الصلصة وهي لسه نية، لازم تتسبك علشان الطعم بتاعها يطلع معاكي مظبوط. طبعا هتزوديها بشوربة، لو ما عندكش شوربة يبقى شوية مية مغليين. طيب الكفتة تعمليها ازاي تطلع معاكي مظبوطة وجميلة جدا؟ الكفتة بنحتاج لها لحمة تكون جملي. الكيلو اللحمة الجملي تكون حمرة ما فيهاش دهون. قصادها كيلو رز او كيلو وربع رز، يعني من كيلو رز او كيلو وربع رز. حزمة شبت وحزمة كزبرة، بصلاية، كام فص ثوم، ملح، فلفل اسود، بهارات اللي هي بتاعة اللحمة. وبس كده. بتروحي بقى تضربيها بتعمليها عند الراجل بتاع اللحمة اللي هو بيفرم اللحمة، او عندك مفرمة في البيت بتعمليها، بتطلع معاكي جميلة جدا. بتفرمي اللحمة عندك في البيت، وبعد كده الرز بتغسليه، وبعد ما تغسليه تنشفيه كويس جدا وتطحنيه في المطحنة بتاعة البهارات. وبعد كده بقى بتحطي اللحمة في الكبة بتاعة اللحمة، هي والبصل والثوم والخضرة والرز، وتظبطي البهارات بتاعتك والملح، تطلع معاكي جميلة جدا. وزي ما انتم شايفين، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك.